ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله في قناه شيماء جمال تي في. ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه وعاملين ايه في المدارس؟ بدانا طبعا كلنا مدارس، وده اول فيديو اعمله في المدارس. طبعا احنا بدانا الاسبوع اللي فات زي ما انتم كلكم بداتوا الاسبوع اللي فات. اخر حد بدا كان يوم الخميس تقريبا. فقلت ايه، هصور معاكم يومي من اول اليوم لحد اخره. اول حاجه قلت هعمل الغدا. كان معايا صدور الفراخ دي او البانيه ده، وقطعته شرايح طوليه كده بس صغيره علشان هنعمل شاورما. طبعا كنت غسلاه كويس ونقعاه كويس قبل ما اقطعه، بس ما جبتش الجزء ده. بصوا، في نفس المكان اللي انا قطعت فيه علشان واسع فيديني مساحة كده ان انا اتبل الفراخ كلها زي بعض. دي بصلاية كبيرة مبشورة وحطيتها على الفراخ، وبعد كده هحط التوابل بتاعتي: ملح وفلفل، وهحط توم وبصل بودر. ممكن تحطي بابريكا، بس البابريكا اللي عندي بابريكا مدخنة، يعني تنفع في المشويات والحاجات اللي زي دي اكتر، فما حبيتش اغير طعم الشاورما قوي يعني. حطيت ملح. واخدين بالكم ان انا التوابل بتاعتي كلها حطاها في اطباق، واللي حطاه في كيس علشان كنت بغسل كانت كل طقم التوابل كنت حطاه في غسالة الاطباق. فحطيت التوابل كلها، اللي حطيته في كيس واللي حطيته في طبق لحد ما اطلع طقم التوابل. والله عايزه واحد تاني يكون بديل. انا عندي واحد بديل بس مش عاجبني، صغير. عايزه طقم التوابل احط فيه الملح، الملح ما يخلصش تاني خالص. مش اطقم التوابل اللي تبقى صغيره، اللي هي في العلبه الصغيره دي ترش رشتين وتخلص. ما لا، انا عايزه حاجه تنجز يعني. بس كده تبلتها، وبعد كده هحطها في الطبق. حطيت كل التوابل اللي فيها، وكمان لو جوانتي وتعمليها بايدك احسن من المعلقه، التوابل تدخل اكتر. هنروح بقى واخداكم على البوتاجاز. اول حاجه هحط، فاكرين الدهن اللي انا كنت عاملاه معاكم في العيد؟ كنت فرمت الدهن كده وحطيته في اكياس. ده انا بستخدمه في الحاجات اللي زي دي اهو، كيس من الاكياس دي. هحط هحمر الشاورما دي بدهن، او ممكن احط، يعني ممكن تحط معلقه سمنه وتحط الدهن على الشاورما نفسها، يعني تقطعيه مع الفراخ نفسها. بس انا ايه عملتها بالطريقه دي، بيخلي طعم الشاورما احلى. ما تقوليش دي فراخ ازاي تحط لها دهن، هي بتبقى طعمها احلى بالشكل ده. هوطي العين. هي اصلا الوك دي كانت سخنه جدا زي ما انتم شايفين، ويا دوب حطيت فيها الدهن فساح يعتبر. لو مش ساح معاكي كويس ممكن توطي العين شويه وتسيبيه 3 دقايق بالظبط، هتلاقيه ساح وادانا السمنه اللي احنا عايزينها. بعد كده هنزل بالفراخ. اول ما تنزلي بالفراخ على طول في الوك السخنه، ما تقلبيش فيها عشان ما تنزلش ميه. يعني هنسيبها كده لحد ما تاخد سخونيه الطاسه 5 دقايق كده ولا شويه، لحد ما يعني تنشف كده شويه من تحت. يعني بصوا هحطها اهي واسيبها شويه عشان ما تنزلش ميه. وبعد شويه هروح مديها تقلبتين. بعد ما تستوي الفراخ هحط طماطم، وده فلفل الوان احمر واصفر، والفلفل الاخضر اللي كان عندي فلفل شطه فقطعته كبير لوحده عشان يبقى باين، واشيله من الاولاد ما احط لهمش فلفل حراق. وده بصل شرايح وليمونيه. يعني لو الفلفل مش حراق هيتقطع مع اخواته، لكن ده عشان حراق فبقطعه قطع كبيره كده، اخد بس النكهه بسيطه وبعد كده ابقى اشيله للي مش عايز. هنديها تقليبه لحد ما تستوي. هنحط هعمل شوية عصير. بصوا العصير طبعا الموز والجوافة بيبقى باللبن، وانا طبعا علاقتي باللبن مفيش علاقة اصلا خالص، وانا كنت عايزة اشرب عصير معاه فما حطيتش لبن، فاستبدلت اللبن بمعلقتين كبار من الكريم شانتيه. على فكرة هيدي يعني طعم حلو قوي وهيخلي العصير فاتح، وما يدينيش ايحاء ان هو العصير فيه لبن، عشان حتى لو طعم اللبن مش باين والعصير ده فيه لبن، انا عارفه ان العصير ده ما بشربوش، ما بعرفش اشربه. مع ان المفروض يعني هو مفيد للاطفال، المفروض يعني اعمل على مصلحه الاولاد اكتر. فهي مره مثلا اعمله بالميه وبحط المعلقتين كريم شانتيه، وبعد كده آم، بعمل لهم عادي باللبن. العصاير دايما بتتعمل باللبن بس ما بشربش منها. حد دلوقتي يقول لي طب ما تعملي باللبن وتعملي بالميه؟ لا حضرتك، اكسل.
اكسل اعمل يعني مع انه والله في رمضان انا بعمل بالثلاث والاربع انواع. يعني لو افترضنا ان دول نوعين عصير، مش عارفة، بس أنا لو عملت مثلا باللبن وعملت ليا لوحدي فهم مش هيشربوا اللي هو مش عارفة. المهم يعني عملت بالكريم شانتيه وطعمه حلو، شايفين لونه عامل ازاي؟ يعني استبدلت اللبن والطعم حلو واللون حلو. كنت سلقت بطاطس عشان نعمل بطاطس الشاورما. بتحب البطاطس المخللة جدا. قطعتها مكعبات كده وسلقتها، بس تحافظي على قوامها، مش تسلقيها لحد ما تتهري، لا تبقى ناشفه كده عشان ده مخلل فيبقى ناشف. حطيت معلقتين زيت، معلقتين خل، وليمونه كبيره، ومعلقه توم. دي الحاجات اللي هتبل بيها. التوابل نفسها ملح وكمون، والمكون الاساسي في البطاطس المخلله اللي بيديها اللون اللي احنا بنشوفه في المطاعم هو معلقه الكاري. وطبعا هتزودي شطة براحتك، انا حطيت معلقة شطة صغيرة. يبقى ملح وكمون وكاري وشطة، والحاجات التانية زيت وخل وليمون، وطبعا معلقة توم. وهحطها على البطاطس. وهنحط البطاطس في التلاجة لحد ما المفروض يعني ما تتاكلش قبل ساعة، يعني لحد ما تلحق تتبل ساعة ساعتين هتسيبيها في التلاجة. المفروض دي تعمليها اول حاجة اصلا، قبل ما تعملي اكل. بس ما علينا. يعني طبعا انا الشاورما مش سايباها ده كله، كانت هتتحرق، بروح واجي عليها تستوي. الاكياس دي ما بستغناش عنها خالص، ودلوقتي بقوا حاطينها لنا في كيس كده محكم الغلق، ومش غاليه. الكيس ده ب15 جنيه. برضو من محلات، تشتريها من محل بيبقى ارخص من الاونلاين، عشان الاونلاين كنت بجيبه ب25 جنيه. جبت حاجات بقى للشاورما، وكنت عايزه اعمل كيك عشان ياخدوا معاهم المدرسه، ومن غير ما ياخدوا معاهم المدرسه انا الكيك ده بقى حاجه زي العيش عندي، حاجه دايما موجوده. فجبت دقيق، والدقيق برضو لازم يبقى متوفر عندي، عشان في اي وقت ممكن الساعه 3 بالليل اقوم اعمل حاجه بالعجين، ممكن الساعه 4 الفجر. ومش بس الدقيق، في حاجات تانية لازم تبقى موجودة. البسبوسة دي انا اصلا ما طلبتهاش، بس اللي جابها كان نفسه فيها. هنا ده عيش الشاورما، العيش السوري. طبعا احنا بنعمله في البيت، بس مهما عملناه في البيت، اللي هو الفطير الابيض اللي احنا بنعمله في البيت ده، ما بيبقاش بالخفية دي. شايفين ايدي باينة من الناحية التانية؟ بيبقى خفيف جدا جدا. وعندنا شاب كده بيعمله بالطريقة دي حلو في الشارع اللي جنبنا يعني. فبقيت بجيب من عنده الكيلو فيه 14 واحدة ب40 جنيه. فانا جبت 2 كيلو، واحد بيتحط في الفريزر. يعني استبن لأي حاجة. ده ممكن تحط فيه نوتيلا، وممكن تحط فيه جبنة، وممكن تحط فيه يتاكل مع الخضار اللي هو البطاطس والبسلة والحاجات اللي زي دي. هتعامليه معاملة الفطير اللي احنا بنعمله، الفطير الابيض اللي احنا بنعمله في البيت ده، اللي هو بيتاكل مع الخضار. طبعا في ناس ما تعرفوش، بس احنا عندنا هنا كلنا عارفينه. فهخلي كيلو هعمله بالشاورما، وكيلو هيتشال دلوقتي. في شوية حاجات كده النوتيلا دي والمربى. لو تاخدوا بالكم اي برطمان هتلاقوني جايبة العبوة الصغيرة، عشان العبوة الكبيرة بتاخدي منها، ولو ما اكلتيش او سبتيها شوية في التلاجة بتبوظ من فوق. الحاجات اللي بتخني دايما ان انا بقول لكم ممكن اصحى الساعه 3 الساعه 4 الفجر اعمل اي حاجه. فالحاجات اللي دايما بتخني ممكن الملح او الفانيليا، ممكن اعمل حاجه بالمرقه ما الاقيهاش. فالحاجات دي بجيبها بالعلب عشان ما انساش. يعني مثلا تجيبي كام واحده وتحطيهم بيخلصوا، ما تاخديش بالك. فالفانيليا بصوا يعني كانت خلاص هتخلص عندي، فجبت التانية عشان في اي وقت اعمل اي حاجة تبقى الحاجة دي موجودة. نفس الموضوع الدقيق، وكمان الملح دلوقتي هوريهولكوا. كانت الحاجات دي دايما بتخلص عندي وما اخدش بالي منها، احسها بتخني كده. طبعا الملح ما كانش معاهم، ده انا الملح كنت خلاص قربت اخلص نصه اهو. برضو بجيب اسمه ايه، بالكيس. الكيس هو جواه اكياس كتير، بس هو كيس كامل كده يتجاب ويتركن، يعني لحد ما يخلص بقى حليني. وبيبقى جواها في الاكياس دي، وطبعا بتفضيها في التوابل عندك. فالحاجة دي لما بجيبها كده على بعضها بتريحني، ما ببقاش مزنوقة في حاجة اعملها والاقي حاجة ناقصة. وخاصة الحاجات دي بتبقى المكونات الاساسية موجودة، والحاجات اللي هي الصغيرة دي ممكن تلاقي الفانيليا هي اللي خلصانة، تلاقي مش عارف ايه فتجيبيها وتركنيها.
كنت بقول لكم الاكياس البلاستيك اللي احنا بنغطي بيها دي، بجيبها دلوقتي من المحلات وبتبقى ب15 جنيه، وفي طالع زيها عجبني قوي 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 قوي، بس ده لسه ما جبتهوش. زي نفس الفكرة دي بالظبط، ليها استك بس فويل تغطي بيها الحاجة السخنة. يعني كيس زي ده وليه استك كده، بس عبارة عن فويل مش بلاستيك. هبقى اجربه. طبعا البطاطس اللي انا حمرتها دي مش تحمير، لسه البطاطس التحمير، بس هي خلاص على يعني المفروض دلوقتي تبقى بطاطس تحمير تبقى موجودة في الاسواق، بس للاسف ما طلعتش تحمير، اللي هي يا دوب تحطيها في الطاسة تاخد لون وتبقى مش مستوية حلو. المهم يعني حطينا شوية من الشاورما عليها، شوية من البطاطس عليها، شوية من الجبنة. الجبنة دي جبنة موتزاريلا صافي، مش الخليط اللي انا جبته المرة اللي فاتت. الخليط اللي انا جبته المرة اللي فاتت او الميكس ده هيخلص ومش هكرره تاني بصراحة، لاني مش عارفة مصدر الجبن ما بتسحش خالص. تحطيها في الفرن زي ما وريتكم المرة اللي فاتت، الطعم حلو، بس لا مش واثقة فيها. هبخ بختين كده من الزيت على الجريل، وبختين من فوق عشان يديني لون حلو. محتاجة اجيب شوية حاجات والله. المفروض كنت الحاجات دي اجيبها قبل المدارس ما تيجي. عندي كوبايات كتير اتكسرت، عايزة اجيب. بقالي كتير ما نزلتش، وبقالي كتير ما جبتش كوبايات. مش كل الكوبايات، بس اغلب الكوبايات عندي مفيش كوبايات كاملة، 6 كوبايات، لا كله ناقص. فعايزة اجيب كام طقم كده كوبايات، وكام حاجة للمطبخ اجدد بيها. فان شاء الله باذن الله كده يكون في يوم فاضي، مع ان انا ما عنديش يوم فاضي، كل الايام فيها دروس. دخلت في غسالة عمالة بتلف تلف تلف. في شوية محلات كده طلعوا بيبيعوا حاجات المطبخ اقل بكتير من الحاجات. طبعا الشراء اونلاين بيريحك، كنت قاعده في البيت وانت نايمه على السرير وفاتحه تكييفك، بتطلبي والحاجه توصلك لحد عندك. فطبعا لازم ياخدوا تعبهم اللي هما بيبعتوا لك لحد عندك. بس لما انت تنزلي تشتري دي ليها متعه تانية خالص، ان انت تنزلي تلفي وتشتري وتجيبي، غير الشراء اونلاين. الشراء اونلاين فيه راحه بس ما فيهوش متعه. كمان دلوقتي طلعوا شوية محلات اللي هم نمنا وصحينا لقينا حد طالع بيقول شغال 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 شغال، ايوه يا وحش، وتلاقي يقول له بكام، يقول له مثلا ب 500 200 الف جنيه، يقول الله يبارك لك. حد كده يطلع من ورا الكاميرا الله يبارك لك. شويه محلات كده طلعوا، معرفش ايه شغال شغال دي، هو قصدهم على اللايف ولا قصدهم على المش عارف، لا ويجاملوا بعض، يقول له السعر ايا كان السعر، تلاقي واحد بيزعق من الله يبارك لك. بس بيبقى عندهم حاجات حلوة وحاجات وحشة جدا يعني، وحشة وحشة. كده كنت خلصت، بشيل شوية واحط شوية، بشيل شوية واحط شوية، وبيبقى ده شكلها بعد ما بتخلص. بحط لهم بالشكل ده، كل واحد طبقه بيبقى في اللي عايز يتقطع، وفي اللي يقول لي لا ما تقطعيش. فالاتنين بحط لهم بالشكل ده. يعني هوريكم ده اتقطع وخلاص، اتحط في طبق، وهيتحط جنبه مخلل من اللي احنا عاملينه، على فكرة بيحبوه جدا. اي حد بياكل مخلل البطاطس ده من ايدي بيعجبه وبيروح يعمله. مش تشكير في نفسي والله، بس فعلا ده اللي بيحصل. وبيسألني انت عاملاه ازاي. وحشين وحشين، ما بيتفرجوش على القناه، ما هو لو بيتفرجوا على القناه كانوا عرفوا ان البطاطس دي انا بعملها ازاي. وبرده لو مش عايز يتقطع البتاع، بتسيبيه كده وتحطي عليه. لو تاخدوا بالكم ان انا ما حطيتش كاتشب ولا اي حاجه من جوه، لاني بحط من جوه كاني ما حطيتش. يقولوا لي لا زودي لنا كتير من بره، فخلاص يبقى من بره بس. خلصت كل الكميه، والطبق هيتاخد كده على السفره. واللي عايز كامله بحط له كامله، واللي عايز متقطعه بحط له متقطعه. اصل احنا بنتدلع كده. خلصنا الاكل، وكنت كمان عملت الكيك وحطيتها في الفرن. شفتوا وانا واقفه في المطبخ بعمل كذا حاجه. ما صورتش ليه الكيك عشان ما تزهقوش مني، عشان طب انا الكيك بعمله دايما دايما، فكل ما اعمله اصوره، لا اكيد هتملوا وتزهقوا مني. فطبعا هنروح للحفله دي اللي هي عندكم كلكم. طبعا كلنا احتفلنا الحفله دي الاسبوع ده. كمان انا ما كملش، احنا ما كناش لسه جبنا كراسات خالص يعني، دي بس الكتب. اول ما بيستلموها بجلدها على طول عشان ما تلحقش يبوظوها ولا يعملوا فيها حاجه.
قبل ما ناخد قبل ما يقولوا لنا على الكراسات والحاجات دي. فجلدت في اليوم ده، ما كانش عبد الرحمن لسه راح، ده الازرق ده اذان والذهبي ده سليان. وكنت خلصت كده وهروح اوريكم الكيك بعد ما طلعتها من الفرن. كل واحد اخد كتبه، بس هي تلاقي سليان مهتمه قوي بالتصوير، كل شويه تقولي صوري، يعني هي بتحط حاجتها في شنطتها فبتقولي صوري. لكن اذان بياخد ويرمي في الشنطه وياخد الشنطه ويرمي الشنطه في اي مكان، لا مش فايق. اهم حاجه الكيك لما تطلع يعني. هنقطعها، بس طبعا هي سخنه جدا جدا جدا، المفروض اسيبها تهدى شويه، بس عايزه انهي الفيديو. بقطعها قطع صغيره علشان يعني احطها في مكان معين في اللانش بوكس تكفي. عايزه اوريها لكم من جوه، هتلاقوا البخار طالع منها برضو سخنه. بصوا، شايفين الكيك الناجحه يا جماعه. الكيك ما بتبصش مني ابدا ابدا ابدا. مره عملتها عند ماما لسه من قريب، استخدمت البيكنج باودر تاج الملوك. تاج الملوك بيبوظ الكيك، لو بتطلع معاكي غامقه، لو بتطلع كبسه مش عارف ايه، اكيد بتستخدمي تاج الملوك. استخدمته عند ماما، باظت الكيك جدا جدا، وهي عمرها ما بتبوظ اصلا مني، وانا عارفه ان تاج الملوك بيبوظ الكيك، بس كان المتاح هناك فعملت بيه. بس كده الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.